جبت لكم وصفة سوفلي المحلات، يجيب عجينة قطنية وبزاف بنين، وصفة اقتصادية والمقادير كامل نلقاوهم في كل دار. شوفوا معايا، يجي فارغ من الداخل والحشو تاعو يجي بزاف معسل وبنين. في مقلة درت 4 مغارف تاع الزيت، 4 صدر تاع الدجاج، وحبة بصل اللي كنت قطعتها شرائح، وسنينة تاع الثوم اللي كنت سكرفجتها. نحطهم فوق النار يتقلاو شويه، من بعد نزيد عليهم حبيبه تاع الفلفل وحبيبه تاع الطوماطيش اللي كنت قطعتهم. نضيف ايضا الملح، فلفل الكحل، شويه تاع سكنجبير، وشويه ليزيبيس تاع الدجاج. نخلطهم شويه، وفي الاخير نضيف لهم نصف ملعقه كبيره تاع طماطم مصبره ونحطهم فوق النار. نروحوا نحضروا العجينه. نحتاج فيها كاس حليب دافي، كاس ما دافي، 4 كاس تاع الزيت. ايضا نحتاج حبه تاع البيض اللي كنت فصلت البياض عن الصفار. نحتاج غير البياض والصفار نديرو في التزيين. ندير عليها نص ملعقه كبيره تاع الملح، ملعقه سكر، وملعقه كبيره خميره الخبز. نخلطهم كامل مليح، من بعد نروح نضيف الفرينه. والفرينه درت تقريبا كيلو، زدت عليها نصف ملعقه خميره الحلوى، وراني نخلط كيما راكم تشوفوا. وبيان سيغ لازم ندخلو يدنا في العجينه باش نحسو بالقوام تاعها. حطيتها فوق لو بلون دو طرافاي وبقيت نعجن فيها حوالي 10 دقائق، وبعد ما عجنتها خليتها ترتاح نصف ساعة. وهنايا الحشو تاعي كان طاب، زدت عليه ملعقة كبيرة تاع الفرomاج وخلطته وخليته يبرد. وبعد ما خمرت لي العجينة ديغازيتها وحطيتها على لو بلون دو طرافاي، درتها على شكل حربوش كيما راكم تشوفوا في العجينة تاعي، تجي طرية وميم طون ما تتلاصقش. نجيب كوبات ونبدا نقطع فيها. هنايا يجوكم حوالي 30 حبة تاع لي سوفلي، درتهم على شكل دائري وخليتهم يزيدوا يرتاحوا شويه لو طون اللي راني نحل في الحبه. تشوفوا حليتها على شكل دائري، لازم تجينا العجينه تاعنا هكا منبله، وجيت نديرها الحشو. في كل حبه درت تقريبا 2 ملاعق كبار تاع الحشو. جيت نغلقها، درت هذاك التحتاني فوق الفوقاني، وميم طون راني ندير كي شغل في الضفيره. نورمالمون لا فيديو راهي توضح لكم كلش. نكملهم كامل بنفس الطريقه، وكي نجي نرفدها لازم نسيس عليها. نحطهم فوق صينيه اللي تدخل الفرن، درت لهم حبه بيض، صفار بيضه، وشويه الحليب وندهنهم. وبعد ما ندهن الحبات تاعي ندير عليهم شويه تاع الجنجلان وندخلهم فرن يكون مسخن مسبقا على 180 درجه. هنا الحبات تاعي بعد ما طابوا حبيت نوري لكم هذيك التحميره اللي جات فيهم، جو ما شاء الله خفاف وبزاف بنان، جو فارغين من الداخل. نتمنى انه هاد الوصفه تكون نالت اعجابكم، بارطاجيوها. ما بقى لي غير نقول لكم دمتم اوفياء، مع السلامه.